من ذلك ما تبنته قناة الجزيرة وقناة الندى وقناة المجموعة الخارجة على القانون، المجموعة المارقة، من استغلال لحديث سيد القائد العام عن علاقاتنا مع الجزائر وعن تنسيقنا الوثيق مع دول الجوار وخاصة الجزائر في حفظ الحدود وفي منع انتقال الجريمة المنظمة والإرهابيين عبر الحدود الليبية. ما أراد أو ما قاله سيد القائد العام هو التنسيق الوثيق بيننا وبين الشقيقة الجزائر. الجزائر دولة شقيقة، دولة جارة، دولة ذات مصير واحد. نحن جزائريين عرب ومسلمين، وبالتالي وبكل التركيبات اللي في الجزائر وفي ليبيا نحن دولة واحدة، نحن في خندق واحد، نحن أشقاء، تربطنا علاقات ليست علاقات سياسية ولا علاقات اقتصادية فقط، بل علاقات اجتماعية وتاريخية، من معركة سين إلى جميع المعارك ضد الاحتلال إلى اليوم ضد الإرهاب، ونحن في خندق واحد.